قلب العاصمة أو قلب المدينة. كعادة الإنسان المصري يعني ارتبط بمكان مولده ومكان دراسته ومكان عمله، يعني هي دي نهجة أو الثقافة، وللأسف ثقافة خاطئة يمكن تخلت عنها شعوب كتير وحققت نجاحات كبيرة في دول المهجر. ويعني هضرب مثل بشعب لبنان، اللبنانية الأشقاء يمكن حققوا نجاحات كبيرة في دول المهجر لأنهم لم يرتبطوا عاطفيا هذا الارتباط الشديد بالوطن. ما بقولش حاجة يعني وحشة أو مكروهة، لا، لازم نرتبط بالوطن، إنما نبقى اندبندنت، يعني نبقى مستقلين شوية، يعني ايه، نقدر نشتغل، نعتمد على نفسنا، نتحرك، نروح، نسافر، نيجي هنا نيجي هنا، نتطرق، بلاش نخرج بره حدود مصر. لو مش عايزين نخرج بره حدود مصر نخرج من الوادي الضيق، من الدلتا، المثلث، هذا المثلث الذي اكتظ بالسكان. هنشوف الكلام ده كله، وهنشوف ثقافة الإنسان المصري في ارتباطه بمكان مولده زي ما قلنا مع ضيوفي الكرام. وأبدأ مع الأستاذ محمود عبد الشافي، المطور العقاري. خليني أسألك إيه المطور العقاري الأول؟ يعني إيه مطور عقاري؟ يعني إحنا بنحط أسس ومبادئ للمجال العقاري للناس ده. يعني بنشرح لهم يعني ايه تقدير الارض دي بتتقدر ازاي، يعني لما احب اقدر سعر الارض اقدرها ازاي، ايه هي اشتراطات الترخيص، ايه هي اقصى ارتفاعات بناء على عرض الشوارع والقانون، قانون البناء الموحد الموجود في جمهوريه مصر العربيه. تمام. تكلفه البناء، اسس التقسيم الصحيح للاراضي، اسس يعني الخدمات اللي المفروض تكون موجوده جوه اي ارض انت حابب سواء هتسكن فيها او هتستثمر فيها، ايا كان ايه الاشتراطات الاساسيه. عشان ما في ناس مثلا ممكن تروح تبدا تاخد ارض وتبني فتفاجئ بعد كده مثلا في مرافق عشوائيات، مفيش مرافق مثلا، فوجئ ان مفيش صرف صحي، فوجئ. فانا بديله اساسيات يقدر يبني عليها. دور جميل قوي يا استاذ محمود، بس يعني معنى كده ان انت بتبقى يعني المفروض همزه وصل بين يعني الراغب في البناء، سواء يعني بناء استثماري او بناء للسكن، وبين الحكومه. احنا المفروض ده المفروض. ولكن احنا حتى الان يعني عامه احنا شغلنا كله في السوق الحر عامه، يعني بنخاطب سواء او الراغب في السكن او المحتك عامه بالمجال العقاري مباشره، من صنايعيه ومهندسين ومقاولين لراغبين في السكن او راغبين في الاقتناء بالوحده العقاريه، ايا كان هدفها ايه، هل هدفه السكن او هدفه الاستثمار. كانت محاوله واحده بس مننا ان احنا خاطبنا جهه حكوميه، كانت احد الهيئات المجتمعيه، هيئه المجتمعات العمرانيه. كنا رحنا عشان خاطر المبادره بتاع بيت حاولنا نشتري، يخصصوا لنا قطعه ارض بس بهدف، وهنشتريها بسعر السوق زي ما بتطرح يعني عادي، مفيش مشاكل، بهدف ان احنا نوفر، لان احنا عندنا مشكله في ان احنا اصلا نلاقي ارض، يعني ان احنا نلاقي ارض سليمه صدر التراخيص بالكامل ليها مرافق. كل الكلام ده طبعا بتواجهه صعوبه جوه المدينه، خصوصا انت عارف حضرتك دلوقتي، خصوصا حتى كمان من بعد 2011 في مشكله في موضوع العشوائيات، وان انا الاقي ارض اصلا تنفع ترخص يعني بقت يعني حتى التقسيمات العشوائيه ظهرت بزياده قوي بعد 2011 من اراضي زراعيه لاراضي ما دخلتش كوردون. فاحنا طبعا احنا برضو حاطين مبادئ حتى في مبادرتنا، مفيش ارض من غير ترخيص هنبني عليها، مفيش طوبه زياده على الحد الاقصى للارتفاع، وهكذا يعني. فهو دي المره الوحيده اللي حاولنا نخاطب فيها الجهات الحكوميه يعني، بس وبس لسه نهائي يعني في اي حاجه. بخاطب الناس مباشره. بقالكم قد ايه بتخاطبوا؟ الحكومه ولا الناس؟ الحكومه. حوالي احنا اخر مره رحنا في شهر 3 اللي فات. يعني حوالي دلوقتي دخلنا قربنا نكمل سنه يعني. دخلنا نكمل سنه يعني. طيب استاذ عادل، يعني هم وسائل الاعلام ويعني ووسائل التواصل الاجتماعي ان قانون الاستثمار الموحد، قانون الاستثمار الموحد، الشباك الواحد، والكلام اللي انت سمعته كتير وانت ادرى مني بيه. الحقيقه على ارض الواقع احنا فين في الاستثمار، وخاصه ان المفروض او المنشات العريض احنا دولة بتشجع ويعني بتسعى للاستثمار. انا عايز اقول حاجه يا استاذ ماجد، يمكن احنا عندنا كوارث، يعني
حضرتك بتقول ان احنا بنتجه ان احنا نجذب الاستثمار. احنا دوله دلوقتي بنطرد الاستثمار. حتى الاستثمار المحلي مش الاستثمار الخارجي كمان. يعني لا، في دول كتيره جدا عاوزه تيجي تستثمر في مصر. لكن اشتراطات والقوانين اللي بيقولوا عليها معوقه. طب هو ما اختزلش الكلام ده وبقى اصبحت يعني قوانين مختزله او لو انت ضغطناها؟ اي واحد مستثمر حتى لو رجل اعمال حب يستثمر او يروح في اي مكان عشان يطلع رخصه، ممكن يقعد في ناس مطلع رخصه بقى لها اكتر من 5 سنين ولعند النهارده ما طلعتش الرخصه. هم كده بيفتحوا الباب للابواب الخلفيه، بيقفلوا الباب اصلا على الابواب ويفتحوه في ابواب خلفيه. اللي معاه امكانيات يروح يدفع من باب خلفي ويطلع يعمل. احنا يمكن لو حضرتك نزلت مش هنقول بقى في اماكن محدده عشان بس يعني العشوائيات منتشره جدا. يعني واكثر من الذين تم ضبطهم بقضايا رشوه وقضايا فساد في استصدار تراخيص بناء. يعني يمكن العماره مثلا او المبنى هيقام على 4 ادوار او 5 ادوار، باقصى حد 6 ادوار بيقام 16 و15 دور، وفي تحدي واضح للقوانين وفي تحدي صارخ للمسؤولين، والمشرف بيروح يعمل له محضر وفي نفس الوقت هو قابض ويسيبه يبني. دي كارثه. وفي نفس الوقت لو واحد عاوز اعمل مشروع او زي ما الاستاذ محمود بيقول عليه ان انا عاوز ابدا، يعني هو راجل عاوز يعمل مبادره ويبدا على اساس سليم، طلب قطعه ارض من هيئه المجتمعات العمرانيه، لعنده النهارده من سنه ما خدش موافقه حتى على قطعه الارض. فما بالك بقى انا لو جاي مستثمر وعاوز اعمل كده. مع ان حتى بعيد عن الاستثمار، الرئيس امبارح في الكلمه يعني اتكلم في ملف الاسكان. هو الحقيقه الرئيس مهموم بهموم المصريين ومن اهمها يعني الاسكان. الانسان من ضمن القضايا اللي يعني يعينوا عليها المسكن، الملبس، المأكل، يعني دي مفردات جودة الحياة او مش جودة الحياة، مفردات الحياة. تمام. فهو الرئيس اتكلم عليها امبارح. يعني واعتقد ان المفروض الحكومة بكافة مؤسساتها المعنية في هذا الملف تتحرك تحرك ايجابي، سواء تشريعات سواء قوانين. واحنا عندنا دلوقتي برلمان، فما فيش ما يوقفنا، ما فيش حد يشد فرملة اليد زي ما بيقولوا ويعيق المشوار. ويمكن يا استاذ ماجد المشكله ان الرئيس بيجري، لكن المسؤولين والمعوقين بيشدوه للخلف، ما بيقدموش خطوه لقدام. يعني هو على قدر جريه وعلى قدر يعني خطواته السريعه جدا، لان احنا بنحجمه. المسؤولين او بيحجموا خطواته بالكامل. يعني ما شفناش واحد طلع يجري يحاول حتى يبقى مثلا بعد منه مثلا ب50 خطوه، لا. احنا بنشوف الناس بتاخدك لورا، ما تطلعش بيك لقدام، ما فيش مسؤول قادر انه ياخد قرار. طيب انا فعلا حاطط علامه استفهام، لان يعني الرئيس ما كانش بيتكلم ياباني، بيتكلم بوضوح وبيقول بالارقام. يعني الرئيس قال في كلماته بالامس، قال ان احنا محتاجين 500,000 وحده سنويا. تمام. كل سنه. وطبعا العدد ده ما بيخرجش الى حيز التنفيذ، وبالتالي تزداد المشكله، تزداد العشوائيات، وبتزداد وتترتب عليها مشاكل في كل حاجه. حضرتك يا استاذ ماجد، احنا يمكن في الدلتا تحديدا ومحافظه الغربيه بخصوص، محافظه من المحافظه الوحيده على مستوى الجمهوريه اللي مالهاش غير صحراوي. فمحدوده. دي طبعا كارثه في الطرق، وكارثه في الاسكان، وكارثه في كل حاجه. عندنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا عندنا اجود في العالم. ايوه. وخاصه النيل فرعي النيل دمياط ورشيد. تمام. الكارثه في ايه؟ ان التعديات على الرقعه الزراعيه ابتلعت اكثر من 30,000 فدان. وباعتراف الجميع. ايوه. فاحنا دلوقتي احنا ما عادش عندنا مكان، ما عدناش هنعرف ناكل بعد كده. 2 3 مش هتلاقي ارض. 2 3 هتلاقي. وبعدين المشكله ان كلها قايمه كلها عشوائيات. ايوه. لا فيه طرق تستحمل هذه العشوائيات، ما فيش شبكات صرف او ميه تستحمل هذه العشوائيات، ما فيش عندنا تخطيط عمراني للي جاي، وبعدين كله بيبني 5 ادوار رخصه تحته لو في رخصه يعني. ايوه. المفروض يبني 5، لا بيطلع 15 بالظبط. طب فين المسؤول؟ انت ما بتتابعش ليه؟ يقول لك اصل اجراءات. اقول لك المسؤول فين؟ اجاوب لك انا. اتفضل. المسؤولين في الادارات الهندسيه، يعني خلينا عشان يبقى كلامي دقيق، هقول بعض المسؤولين في الادارات الهندسيه. دايما كل الادارات الهندسيه يعني لا انا مش هعمم. انا مش لا انا خليني انا مسؤول عن كلامي، هقول مسؤول بعض بياخد قرار
تمام. هقول لك بس البعض فين بيشتغل ايه. البعض بيشتغل مستشار او للبنايه اللي بتتبني، مخالفه استشاري هيوقع عليها المخالفه، هيوقع عليها كارثه. ومش عايز اقول يعني، مش عايز احدد اماكن يعني. المهندس هو اللي بيروح للمخالف بيعمل له كل التراخيص، بيخلص له كل الورق. هو ده اللي انا بقوله. يعني دلوقتي حضرتك بيبني، المفروض يقول له ابني اللي عند الدور الرابع، وبعد كده دخل المرافق. ايوه. وبعد كده ابني زي ما انت عاوز. يا فندم احنا عندنا في يبقى خلاص اتجوزت زي ما بيقولوا. المشكله في عندنا عماره على مساحه 1000 متر. المفروض ترخيصها ارضي و5 طوابق بجوار نادي البلديه. ايوه. العماره دي في المحله. في المحله. خلف استراحه رئيس المدينه. العماره دي قامت 15 دور، هتعدي صارخ لكل الاعراف. لما راحت القوات عشان تزيلها قفلوا البيبان ومحدش عارف يطلع لها. عشان تزيل على الاقل بس اقول 4 ادوار محتاج تزيلهم في خلال 36 شهر. مين هيسمح لك انك وقوات تفضل تامنك ال 36 شهر يوميا انك تزيل هذا العقار؟ يبقى طبعا راحوا لما يسمى الدراسه الامنيه، والدراسه الامنيه قامت متعذره. تمام. هذا حاجه ده حاجه. مين بقى كان فين المسؤول لما سمح به انه يطلع بهذا الارتفاع؟ بالظبط. كله مغمض عينه. احنا عندنا في ناس كتير اتحولت للرقابه الاداريه، والرقابه الاداريه قبضت عليهم بتهم الرشوه. طلعوا اللي طلع 5000 جنيه كفاله، واللي طلع مش عارف ايه، وبيمارس عمله. طيب ما هو ده يعني اتطبق عليهم على الاقل القانون يعني. ده بعضهم. يعني عدهم على صوابع الايد اللي اتقبض عليهم، لكن الباقي فين؟ وتروح له بقى لما تكون صح انت وماشي عشان تعمل رخصه صح وتعمل اجراءاتك صح، مش يخليك ده انت ممكن تبيع هدومك وما يطلعلكش اللي انت عاوزه. استحاله. هات ورقه من المحافظ، هات موافقه الجهه الاداريه، هات موافقه لما يحبوا يوقفوا وبعدين تلاقي نفسك وتبقى انت سليم. خد الارض وخد المبنى وسيبنا نمشي من قدامك. طيب خلينا بقى بدل ما نقعد نجلد في نفسنا ونظهر جروحنا ويعني احنا لازم يا ريس ونتألم، احنا لازم نتكلم عشان نظهر الحقائق للمسؤول يتحرك. طبعا اعتقد الحقائق يعني ايه ظاهره بشكل كبير. خليني ارجع للاستاذ محمود والمبادره، خلي يعني ايه في بارقه امل وبيتك بايدك. ايه المبادره دي بتتكلم عن ايه؟ والله هو مبدئيا المبادره احنا حبينا ناخد اتجاه تاني، اتجاه لو هنستنى نفضل نتكلم مع سواء مسؤول او مخالف من الطرفين، لا احنا مش هنخلص ومش محدش هيعمل حاجه. أيوة. فاحنا فكرنا بره الصندوق دلوقتي. أيوة. فكرنا احنا نشتغل احنا حاجتنا بايدينا زي ما السوق بيقول واحنا برضو حاجتنا احنا بايدينا. أيوة. احنا مبادره اسمها بيتك بايدك، فهي من مسماها كل مجموعه بتبني بيوتها بايديها، بعيدا عن استغلال تجار او بعيدا عن مخالفه قانون. تمام. احنا عملنا المبادره اولا دي فكره اي حد قادر على تطبيقها، يعني هو مش معنى ان هي بيتك بايدك وان انا مطلقها فهو لازم يعملها عن طريق، لا بالزبط. الفكره واضحه في فيديو 6 دقائق، اي مجموعه او اي شخص يقدر يستعين بمجموعته اللي حواليه سواء زمايله في الشغل سواء اصدقاء سواء عيلته، ويقدر ينفذها بحذافيرها بالكامل. وكمان احنا عاملين قسم اسمه استشارات برضه مجانيه، اي حد بيحاول يتواصل معنا يعني خليني برضه اوضح للمشاهدين، انتم مش عاملين الفكره دي ومسجلينها في الشهر العقاري كاصحاب فكره يعني حكر عليكم. لا يعني الفكره دي مطروحه كخدمه عامه بكافه تفاصيلها. انا لو كنت عايز اخليها خاصه بيا كنت اخلي جزء صغير ليا انت لازم ترجع لي فيه. لا الفكره من الف للياء مطروحه بالكامل للعامه اي حد يقدر يطبقها. تمام. هو هينقصه بس اللي هو ممكن ينقصه ايه الجانب الفني، وهو بيختار ارضه وبتاع، وبرضه بيرجع لنا او يرجع لاي حد هو بيثق فيه في العقارات عامه، وممكن يكون اللي بيعملها ده مهندس، ممكن يعملها اي حد محتك بالمجال العقاري عامه. الفكره دي طالعه منين؟ من القاهره ولا منين؟ لا احنا اول مشروع لينا كان في محافظه اسيوط اللي هي موطني اصلا، انا من اسيوط. واول مره طبقناها في اسيوط، لكن طبقنا بعد كده في اسيوط. طبقنا اسيوط فيها مشكله اراضي البناء ده، انت عندك ظهير صحراوي يعني ما شاء الله. لا اسيوط صحراوي الغربي يعني. اسيوط اكبر ازمه في مصر ما كانش في الوطن العربي يعني. احنا عندنا متر ارض اتباع بالفعل باكثر من 140,000 جنيه. عندنا محلات تجاريه اتباعت ب 180,000 جنيه المتر. مش الارض متر، يعني انت متخيل محل 20 متر فاتباع ب 4 مليون جنيه. ليه؟ لان احنا مزنوقين بين جبلين،
اول ظهير صحراوي اللي هو اسيوط الجديده، ده اسيوط الجديده دي 12 كيلو، وانا شايفها طبعا، انا عملت مبادره اسمها عماره اسيوط الجديده وشايفها مش مسافه بعيده، ولكن التجار او المستثمرين اللي شغالين جوه البلد، لان طبعا بقى الناس يقول لك ايه اللي هيحدفك ورا الجبل. طبعا يعني انا بفاجئ بناس، انا طبعا بستنتج، انا ما بعرفش، انا بفاجئ بناس من اسيوط، بلاش تروح اسيوط، لا انا ده بعيده، طب انت رحت اسيوط الجديده؟ لا انا ما رحتهاش، هو ولا راح ولا شاف في ايه هناك، ولا عملت حتى فيديو اسمه عماره اسيوط الجديده، الخدمات اللي موجوده، وخلينا الناس تبدا تتحرك تروح هناك، لان ده الحل الوحيد، ان احنا زي ما حضرتك بتقول الحل دايما في الظهير الصحراوي، ان انا اطلع بره، لكن التاجر فلوسه بتلف اسرع مليون مره جوه المدينه، المتر بيزيد بال1000 وال2000، احنا في متر ارض، متر شقه اتباع في 2013 ب 2600، هو نفس المتر النهارده ب 7000. دي يا استاذ محمود هتتقاطع مع الجشع طبعا بالظبط كده، بالظبط اللي هم بيشتغلوا في الاستثمار العقاري، بالظبط كده، فهو ده اللي احنا بنناقشه، ان احنا عملنا، يعني اشتغلنا في كل الشغل، يعني بيتك بايدك احنا كمجموعه معايا بنحاول نحل مشاكل الاسكان، مش شرط حتى لو ما كانتش بيتك بايدك، فبنروح زي المدن الجديده نعمر المدن الجديده، لان هي الوسيله الوحيده ان انت تخرج بره جشع تجار جوه المدينه. عملنا ايه؟ بنجمع دلوقتي مجموعات عن طريق ويب سايت اسمه بيتك بايدك، بنجمع الناس دي، كل مجموعه بتسجل بامكانياتها والمكان اللي هم عايزين فيه، مجرد ما تجمعوا عدد مناسب في المكان ده، بنشوف الاراضي المطروحه في المكان. يعني جالك خليني برضو اوضح لمشاهدينا الكرام اللي بيتابعونا في الموضوع ده ومهتمين بالمبادره دي، جالك الاستاذ عادل قال لك انا امكانياتي مثلا انا محوش 300,000 جنيه، تمام، وعايز يعني ايه بالتقريب اسكن مثلا في طنطا او ضواحيها، مش عايز ابعد قوي عشان مقر عملي في جريدة اليوم السابع او مكتب اليوم السابع، فمش عايز ابعد قوي عشان يعني ايه يتناسب مع مكان عملي. جميل. 1 و2 و3 وبتاع، يعني جم 10. تمام. بتعمل ايه بقى؟ بنشوف الاراضي المطروحه للبيع مبدئيا جوه السوق، وهي دي اول عقبه، عشان كده احنا رحنا ايه، اي نعم هي بتواجهنا بس بنحاول نحلها وبنشتري بسعر السوق. تمام. ولكن هي طبعا عقبه موجوده، لو يسرت لينا في ان انا تخصص لنا اراضي بسعرها في مكان، واحنا مشكلتنا طبعا احنا مش عايزين نمشي مخالف. انت عارف حضرتك انت اصلا بتواجه التجار المستحوذين على السوق، فهو اصلا كده بيتلكك لك تجار الاراضي ضمن منظومه تجار، ما انا بشتري بسعر السوق، عشان كده احنا قلنا ايه، احنا بنشتري بسعر السوق، احنا ما عندناش مشكله ان احنا نشتري بسعر السوق. الاستاذ عادل ومعاه مجموعته ال10 بنشوف قطعه ارض عرفنا ان امكانياتهم كده 3 مليون جنيه، يعني 300 في 10 ب 3 مليون جنيه مثلا، يبقى احنا مقيدين بسعر ارض حوالي 1.5 مليون عشان نعرف نبني عماره 1.5 مليون، كل واحد شقه مثلا 120 متر في 10 طوابق مثلا. انت بخبرتك بتبقى عارف يعني ايه العماره اللي هي 10 شقق مثلا 5 ادوار، كل دور شقتين، يعني هتتكلف اساسات وبنى وتشطيب والكلام ده كله بما بالظبط. طبعا بيبقى طبعا كل ده بيبقى شامل، يعني بيبقى كل الحسبه دي لازم تبقى شامله النتيجه النهائيه اللي هي العماره، شامله الخدمات، ما عرفناش نتوسع فلوس في ايدك. لا احنا المجموعه هي اللي بتشتري، مش احنا اللي بنشتري. يعني الاستاذ عادل بمجموعته كل اللي احنا عملناه ان احنا قلنا لهم اهي ارض وادي ورقياتها وكلهم، بعد كده كل واحد بمحاميه بيراجعها ويمشي في اجراءات. يعني انت بتنور بالكشاف على الحته دي. بالظبط حضرتك استاذ عادل، وبيروحوا هم يشتروها باساميهم منهم للتاجر، منهم لصاحب الارض. ولو احتاجوا ان احنا نرشح لهم مهندس يتابع الموضوع، او ممكن الاستاذ عادل مثلا يكون عنده خبره بالمجال العقاري فهو اللي يتابع الموضوع، واحد منهم يعني. او شركه معروفه، احنا ما اقتصناش ده ولا جينا ناحيه تكلفه المهندس بتبقى جوه الحسبه، تكلفه المقاول بتبقى جوه الحسبه، تكلفه استصدار التراخيص جوه الحسبه. النتيجه ما تاخذنيش يا استاذ محمود، يعني ايه القصه كده، يعني ايه انت براها كماديا؟ تمام. ايه استفادتك؟ ايه العائد؟ طيب احنا اصلا شغلنا كمطورين عقاريين، وانا واحد من الناس اللي كنا بنعاني من المشكله دي. يعني احنا يعني رغم ان انا كنت شغال في المطور العقاري، بس لما جيت ادور ان انا اشتري شقه طبعا فوجئت طبعا ان انا مش هعرف اشتري بالاسعار اللي احنا شايفينها دي. مع احتكاكي من بدايه من تقدير سعر الارض، وعارفين مصنعيات العمال، وفي الاخر تكلفه المبنى. وفوجئت بالسعر اللي هو مطروح، اللي هو الضعف. يعني لو المبنى ده كلفني 3 مليون، اعاده بيعه من التاجر بتبقى 6 مليون. فيبقى في امل. لا ده هو ده احنا في ارقام طبقت، احنا دلوقتي مش بنتكلم في فكره ولا نظريه، انا بكلمك في مشاريع طبقت بده. وهو طيب خليني احقد شويه على المقاولين. المقاولين بيكسبوا؟
سيبك من المقاول ده منفذ. احنا مشكلتنا في التاجر، لان هو التاجر ده مش لازم يكون مقاول ولا لازم يكون مهندس، يعني قد يكون واحد صاحب راس مال. صاحب راس مال وعنده اللي مشغل المقاول او مشغل المهندس. فالفكره فكره ان هي دي المشكله اصلا، ان سوق العقارات متروك لراس المال، مش متروك ومتروك للعرض والطلب، فبناء عليها يتحكم في مين؟ راس المال. ما كانش في مشكله زمان في مشكله العقارات. يعني في يعني لو تتذكر معلش في الثمانينات كانت حصلت مشكله في كيلو اللحمه، فاصدر الرئيس حظر الذبح لمده شهر، راحت نزلت من جنيه ل 80 قرش. ده تدخل الحكومه في سلعه محافظ حتى الان على ايه؟ حافظ مبدئيا حتى ما زادتش بنفس الزياده بتاعت العقارات، لكن العقارات متروك العرض والطلب. ونتيجه ما فيش عرض اصلا تقريبا، ما فيش عرض يعني وما فيش البديل، فمضطر ايه؟ انت بتتزايد راسيا، الشقه هي بتتباع بس بتتزايد راسيا لفوق. واحد اشتراها النهارده ب 300 عشان يكسبها هيكسب 330، وواحد هياخدها منه 300 وهكذا، ما فيش توسع افقي. تمام. هروح للاستاذ عادل واقول يعني ابدا من المقوله الارض ما بتخسرش، العقار ما بتخسرش، ارمي فلوسك في اي عقار عمرك ما هتخسر. مظبوط؟ احنا يمكن دلوقتي في ظاهره بدات تظهر على الساحه، ان مثلا معظم التجار او معظم المستثمرين او اصحاب العقارات او اللي بيستثمر في العقارات بيجي على قطعه الارض او بيت مثلا قديم ولا بتاع او فيلا قديمه ويقول له اديها لي هشوف لك مكان تقعد فيه، هشارك بالارض، انا هشارك بالمباني، انا هقيم 10 ادوار او 20 دور على حسب بالمشاركه. تمام. في ناس بتتفق ب 50% و50%، هو خد ارض ببلاش وبيبني، بيديك ادوار نص مبنى وهو استفاد بالنص، بيبيع الشقه بكام؟ الشقه بتبدا على الطوب بدون اي تشطيبات على الطوب ب 600,000 جنيه. مش بس كده، ده بتبقى على الهوا مش على الطوب، قبل ما تطلع لسه الرسم بس. هو حضرتك ما هو بيبيع كده، ما هو بيبيع الارض وبيبيع المبنى قبل ما يتعمل، قبل ما يفكر، هي فكره. باع الفكره وبعد كده يحلني بقى سنه 2 3 4 يكون خد الفلوس حطها في حته ثانيه، عمل نفس القصه. حضرتك فين المسؤولين؟ وبعدين ايه؟ انا بقى كمواطن وعاوز اقعد مجموعه زي ما الاستاذ محمود بيقول عايزين نشتري حته ارض ونبنيها. انا كواحد صاحب ارض، ما انا مش هبيع لك، انا ممكن ادخل مع الراجل ده بالمشاركه. فانا لما هدخل بالمشاركه انا المستفاد مش انت المستفاد. فمش هديلك، هدي الثاني. وفي نفس الوقت لو عملت انت مش هتعرف تدخل بالطرق القانونيه او الشرعيه انك توصل للي انت عاوز تعمله. عايز ترفع مثلا 10 ادوار، في اماكن دلوقتي محظور فيها البناء اكتر من 7 ادوار عشان قانون الطيران المدني مثلا. فانت الناس دي بتتحايل، انت مش هتعرف تتحايل عليهم لان مش هيديك رخصه الا بكده. طب معظم الناس اللي شاركت معاك اللي عايز ياخد دور بقى في العاشر ولا في التاسع مش هيلاقي شقه. وبقى دخل بفلوسه وما طلعش بشقته. بس برضه بيلاقوا لها حل يا استاذ عادل، يعني ايه؟ بينزلوا بمستوى الارض في البنى. ما ينفعش يا ريس، لان انت بتتعامل مع منسوب شارع، وبعدين منسوب الشارع ده بيلتزم كمان قدام منك صرف صحي، ما تنفعش تنزل عن الصرف الصحي، لان برضه الشبكات المرافق لازم تكون متوازي معاها او اعلى منها عشان تصرف عليه. هي المشكله في ايه؟ ان احنا ما عندناش تخطيط، وبعدين غير كده اللي خليني اروح اشتري شقه مثلا ب 600,000 وبمليون وب2 مليون. في ناس بتتجه دلوقتي انه يروح يشتري ارض زراعيه ويبني فيها بالمخالفه. يقول لك بدل ما اخد شقه طب ما انا ابني بقى بيت ليا ولعيالي، مخالفه واخد بقى زي ما تيجي. وده شفنا واضح يا استاذ عادل ان انت يعني ايه دايس في ملف الاسكان زي ما انت دايس في ملفات كتير يعني. طب يعني فرصه وانت معانا كده يعني نقول ايه للي بيتابعنا من اهالينا اعضاء البرلمان، يعني الا تطالب بقانون البناء الموحد اللي يشرع او ضروره انه يشرع في مجلس النواب؟ هو يا ريس هو فينا مشكله، يعني مثلا محافظه زي محافظه الغربيه ما عندكش ظهير صحراوي، انت في عندك حاجتين، يا اما تاخد تستثنى من القانون بان انت ترتفع راسي، يعني دلوقتي القانون بيقول لك مره ونص عرض الشارع. الشارع مثلا 10 متر، يعني هتعمل 10 يعني ارتفاع 15 متر، 15 متر دول 5 ادوار. طب انا ما عنديش امكانيات ان انا اخد في حته ثانيه، فبيخالف. احنا بنقول بقى عشان ما يخالفش يطلع يعني مرتين، كان في بعض الاستثناءات اتقالت في الفتره الماضيه انه يتعمل مرتين بدل مره ونص، يبقى حتى على الاقل جاب 7 ادوار. لكن دلوقتي المشكله ان مفيش تشريع والمخالفات بتزداد، وما عنديش ارض اقدر استثمر فيها او اقدر ابني فيها،
فده خلى الناس تبيع الارض. يعني كان بيبيع ارضه او المتر مثلا في مدينه المحله دلوقتي وصل 50 و60 و70 الف جنيه. احنا بقينا اغلى من مكه. يعني الارض في الغربيه اغلى من مكه. يعني دلوقتي حتى في مشاريع اسكان اقتصادي او اسكان في شارع البحر في طنطا قدام الاستاد بيدخلوها مزاد. يعني حتى الهيئه او المحافظه او صندوق الاسكان ما بقولكش مثلا دي سعرها مثلا 300,000 و400,000، لا ده بقول لك خش على المزاد على المساحه. وحضرتك بتزود والاستاذ محمود بيزود وانا بزود، فبيدوها باعلى سعر. يعني ما خلوش برضه. يمكن الطرح ده يعني عشان يهرب من القيل والقال ان ده جامل الاستاذ عادل. لو هسكنها او ابيعها، طب ما انا وبعد كده بتقدم باخد رص الشروط واقدم زي اي مواطن واتعمل قرعه علنيه. لكن ان انا اعملها مزاد وعرض وطلب وخش في المزاد وزايد عليا وانا زايد عليك، يبقى انا تحولت من يعني المفروض بساعد المواطن الى تاجر. وبعدين بياخدها يقول لك ده احنا عشان قعدنا في اماكن تانية، ما فيش عندنا اماكن. انا المفروض هعمل. وبعدين في المشكله بقى هنا كمان ان اللي بيبني او العمارات اللي مقامه دلوقتي ان لا قدر الله حصل فيها اي مشكله انت مالكش جزء في الارضيه. يعني انت اصبحت فلوسك في مهب الهواء. دلوقتي حتى لو واحد خد عقار اللي بيبنوا دلوقتي واللي هم اكثرهم يعني بياخد الارض وبيديك مثلا انت المفروض هيبني مثلا 7 ادوار، المفروض يديك سبع الارضيه. هو دلوقتي بيبني على السبع ده يبني كمان 7 ادوار مخالفه او 5 ادوار ثانيه. فاصبحت انت كنت هتاخد سبع هتاخد نص السبع. تاخد واحد على 14 من القيمه. فدي المشكله. المشكله ان حتى ما فيش قانون يشرع ويلزم التاجر او المستثمر او اللي يكون بالحاجات دي. استاذنكم ناخد مداخله تليفونيه. الحاج رمضان من هنا. اهلا بيك يا حاج رمضان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اسف طبعا ان محافظ بنا مسكن قرط عندنا طبعا المنطقه الزراعيه الوقت عندنا طبعا 4 زراعه محاصره بالمباني، رغم ان عندنا ظهير صحراوي ومناطق واقعه جدا مش عايزين يستغلوها عشان خاطر الناس تخفف الضغط على الاراضي الزراعيه. يعني ما عندك مشكله في الارض يا حاج رمضان ولا ما فيش مشكله في هنا في الاراضي اللي بنتكلم فيها؟ هي اصلا احنا طبعا على بعد كيلو الظهير الصحراوي مناطق شاطئه جدا. المفروض يستغلوها كمباني على طريق الاسفلت العمومي وراها زراعه اللي كانوا عايزين يتوسعوا في الزراعه، لكن الاراضي عندنا اتاكلت من المباني السكنيه لان الحكومه مش عايزه تستغل حل الحتت عشان الناس تتحرك شويه من الوادي. هذه العمليه كلها. طيب انت تابعتنا كده من اول حلقه وشفت الاستاذ محمود عبد الشافي والمبادره اللي هي اسمها بيتك بايدك؟ طبعا بس لازم الحكومه تساعد الناس الموضوع بتاعنا ده الظهير الصحراوي، لازم الحكومه تتدخل وتبني للناس ده عشان تتحرك بعيد شويه من الوادي، لان المباني كلها الاراضي الزراعيه اغلبها محاصره، بعد كده في اراضي خصبه يعني. تمام. لا هنبعد عن الاراضي الخصبه، الاراضي الزراعيه ده يعني ايه اكل عيشنا واكل عيش ولادنا من بعدنا واحفادنا، لازم نحافظ عليه زي عينينا. انما بنتكلم على الاراضي الصحراويه اللي هي مطروحه للاسكان، التوسع سواء في الصحراوي الشرقي او الصحراوي الغربي. يعني معلش انا اعذرني معلوماتي يعني ايه قليله في قبلي يعني، انما اعرف ان في توسع ناحيه شرق النيل وتوسع ناحيه غرب النيل. مظبوط الكلام ده؟ انا ما كنت كل ما نطلبه من الحكومه ان تبص للحته دي وتبني مباني على الشارع العمومي المؤدي من ضبط البشير. تمام. يعني عايزين نتوكل على الله وبرضه نعمل حاجه زي المبادره بيتك بايدك، ونشوف مثلا ايه 10 15 واحد امكانياتهم متقاربه ب 100,000 150,000 ايا كان، ويعملوا مشروع زي اتحاد الملاك. يعني اعتقد مش هنبقى يعني معتمدين بجزء كبير على الحكومه، هنبقى معتمدين على الله ثم على الحكومه في توصيل المرافق والخدمات.
اقول لشيخك الموضوع ده، احنا طبعا كلنا الناس اللي هناك اللي في المنطقه دي عارفهم، ولا واحد هذول اللي يقدر يبني له اوضه. هذا العمليه كلها. ان شاء الله. حاج رمضان من هنا انا بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك. استاذ محمود، ايه الفرق بين يعني بيتك بايدك وابني بيتك، المبادره ابني بيتك، واتحاد الملاك التقليدي؟ طيب هي بيتك بايدك تقدر تقول لي ان هي اسمها اتحاد ملاك خلاص، ولكن احنا بنضيف عليها بس جزء. ايوه. انه بيبقى فيه هدف من انا عايز اقلل سعر الوحده اقل من سعر التكلفه، فبنستعين بان احنا بنختار اماكن فيها الدور الارضي بيكون تجاري، فبيبقى كل واحد من المشتركين بالاضافه لانه له شقه فبيبقى له نسبه في المحلات التجاريه دي بنعيد بيعها بسعر السوق، بيرجع له كمان كوست من التكلفه. بس الكلام ده طبعا مش متاح في المدن الجديده. أيوة. يعني الكلام ده متاح بس جوه في العواصم والمدن المزدحمه. جوه بس القصه دي يعني ايه طرحت قبل كده في اتحاد الملاك موجودة. وحتى دايما يعني ايه كان بيبقى فيه جراجات المفترض انها تبقى جراجات، والاستاذ عادل يعني يوافقني في الكلام ده او يختلف معايا، وتبص تلاقي الجراجات دي بقت محلات تجاريه تحولت بقدره قادر، وبالتالي العربيات ركنت في الشوارع الضيقه اللي الواحد بيمشي فيها يعني ايه بيلوح كتفه بيمشي بالورد. مظبوط. احنا حتى في الفيديو بتاع المبادره احنا قلنا ان الفكره دي موجوده واسمه المسمى القانوني بتاعها كان اسمه اتحاد الملاك، ولكن هو حاليا مش موجود في المحليات. يعني دلوقتي حبيت اروح اشهر اتحاد ملاك مش موجود، اتلغى الكلام ده، ولكن هي اسمه كان المسمى القانوني بتاعها اسمه اتحاد الملاك. ايوه. واحنا قلنا الكلام ده كمان في الفيديو، بس مش كل الناس تعرفها. هنقول كمان 10% من اللي شغالين في المجال العقاري بس هم كمان اللي يعرفوها. أيوة. او اللي عارفين تفاصيلها بالكامل. تفاصيلها بالكامل وموجوده بهدف الاستثمار. يعني كل الناس اللي شغاله فيها بتبقى هدفها ايه؟ هدفها ان هم مجموعه داخلين عشان ياخدوا الارض ويبنوها ويبيعوها بسعر السوق. فهدفهم احنا مش هدفنا، احنا هدفنا ان انا اسكن الناس اديهم شققهم بسعر التكلفه. ده اللي يهمني انا ان انا اوصله بسعر التكلفه. هو بقى هدفه السكن او هدفه الاستثمار اهداف متغيره، ممكن يكون هدفه النهارده السكن، هدف الاستثمار، بس ده مش بناقشه. الابعاد بقى لتطبيق الفكره مش بس ان حضرتك بتاخد سعر الشقه بسعر تكلفتك او استاذ عادل بياخد شقته بسعر تكلفه، لا احنا بنأثر في اسعار السوق. احنا تقريبا ما في، احنا عمرنا ما سمعنا عن سعر عقار بينزل. الدنيا بتهدى. طبعا. احنا مثلا في احد شوارع اسيوط اللي احنا طبقنا فيه المشروع المتر فيه بيتباع فيه ب 5000 جنيه. الشركات كلها على العرض فيه ب 5000 جنيه. احنا طبقناه وقع على الناس ب 1700 جنيه. الشركات بدات الناس تتناقش معاه. احنا سمعنا ان في مشروع هناك والناس مقدمه مقايسه، هل الارقام دي غلط؟ محدش بيعرف يرد طبعا. ارقام صح، اصل سعر الارض انا مشتريه وسعر تكلفه البناء ابو راعي المهندس مش احنا اللي بنتكلم، فانت بتبيع لي ب 5000. بدات الشركات طبعا الناس مستنيانا احنا نعمل حاجه ثانيه ونعمل حاجه ثالثه، فبدات الشركه عشان تعرف تبيع من 5 نزل 4، بدا يعرض ب4. فانت برضه بتاثر في سعر السوق، مش بتاثر، انت بتنور الناس. انت مجالك كله قائم على الابهام. يعني راس مال التاجر هو نقص معلوماتي انا في المجال العقاري. انت حضرتك هتعرف منه بيكسب 30% او 50% او 10% او 200% الا لو ما كنتش عارف سعر التكلفه اصلا. بس فاحنا مش بنأثر بس في ده، احنا بنحاول نأثر في المجال العقاري عامه. بندي امل للناس ان هو انت تعرف تتحرك انت بايدك، ما تستناش حد بقى، ما تستناش حد، ما تسلمش نفسك لحد. انت الناس كانت متخيله ان يبقى التاجر حاطط رجل على رجله وبيبيع لك الشقه ب 7000 ومجرد انه بيقسطها لك فانت حاسس انه عامل معاك جميله. لا يا سيدي، انا بوصلها، انا بقول لك بسعر التكلفه، تبقى انت حتى على الاقل عارف الجميله بتعمل معاك هل هي جميله اصلا ولا مش جميله. تبقى انت عارف. الناس متخيله مثلا ان التاجر اللي شغال زي ما انا قلت استخدمت تعبير بتنور بالظبط كده للناس. استاذ عادل، يعني ايه الدوله الحكومه عملت وحدات سكنيه، ويمكن شفنا القرعه العنيه والتسليم، ويمكن في بعض المناطق كان عليها يعني تهافت جامد جدا بدرجه ان يعني كان المعروض اقل من الحاجزين، واضطروا الحاجزين او بعض الحاجزين انهم يغيروا الطلبات للحجز الى مدن تانية يعني قريبه من المكان او المكان المستهدف بالنسبه لهم، زي القاهره الجديده ومدينه بدر والكلام والعبور والحاجات دي كلها. وفي على نفس المنوال وحدات سكنيه، ويعني الاعلام المصور والمرئي جابها لنا يعني وحدات في منتهى الجمال، بس في مناطق غير مستهدفه
يعني ما عليهاش اي اقبال، تسكنها الاشباح زي ما بيقولوا، ما عليهاش اي طلب، وملايين يعني مش عايز ابالغ واقول مهدره. الحته بتاعت اختيار المكان واختيار المستهدف منه والفئه المستهدفه وطلبات الحجز والناس والماركتينج والتسويق، هل دي غابت عن الحكومه او الجهات المعنيه في ملف الاسكان؟ ده موضوع كبير جدا يا ريس. يمكن المشكله ان برضه قلنا ان يعني مثلا محافظات زي محافظات الدلتا، ايوه، ما فيش عنده يعني دلوقتي بيبنوا مساكن في القرى. طب معظم القرى عندها اكتفاء ذاتي بالمباني، بمعنى ان كل واحد مقيم على ارضه. أيوة. في ناس عنده ارض زراعيه بيروح يبني عليها. ايوه، انا هجيب واحد مثلا من طنطا، أيوة. اقعده مثلا في مركز الصنطه ازاي؟ برضه المسافه. ما انا ما راعيتش البعد المسافي او طب انا ادي لكل بلد ناسها. أيوة. عشان برضه ما يتنقلش. لكن المشكله ان ما فيش عنده امكانيه. يعني حضرتك انت قلت دلوقتي ابن بيتك وبيتك بايدك. أيوة. ابن بيتك ده مشروع تبنته الدوله، ورغم ذلك ما اعرفش احنا ايه اللي توقفه او وصل لفين، او هو مش توقف، هو راح لغير مستحقيه، يعني راح وفي نفس الوقت ويعني استغل الموضوع ده في ظل ترهل امني في فتره معينه يعني سادت البلاد. الناس يعني الظروف اللي كانت فيها البلد بالظبط من احداث لكن الوضع يا ريس احنا بنتكلم دلوقتي عايزين يعني الناس فعلا، انا عاوز اخد شقه، ابني ياخد شقه، الموظف ياخد شقه، لو ما عندوش خدت اكتر من 5 و6 شقق و7 شقق باسمها. أيوة. يقوم كاتب باسم زوجته وباسم ابن عمه وباسم مش عارف ايه، وهم كلهم بيصبوا عنده هو شخصيا. ايوه. ففين؟ يعني اولا ما راعتش البعد الاجتماعي، ما راعتش ان كل واحد وصل للمستوى. هو الكلام ده يعني ايه بالامر المباشر ولا بالقرعه العلنيه؟ يا باشا حضرتك دلوقتي في اماكن بتروح تقدم ماشي، ويتعمل لك البحث وانت قاعد في بيتك، ويتعمل بحث الاجتماعي وانت قاعد وهو قاعد في مكتبه ماشي، خلصت الاوراق المطلوبه او مسوغات التقدم بتخصيص الشقه. يعني لما بيعلن عن مشاريع مثلا في دمياط الجديده وفي المدن الجديده مثلا في بدر وفي السادات في الحتت دي، ما انا بتاع الغربيه لما اروح هناك هاخد في مثلا في السادات او في بدر. ايوه، عشان اروح اخد هناك، ما انا شغلي مش مرتبط هناك، مرتبط بالمكان اللي انا فيه. ما دي مشكله بالنسبه لي، وعشان انقل شغل وانقل ولاد وانقل دراستهم وانقل مش عارف ايه، لا مش معقول. طبعا دي مشكله. لكن لما ابني احط القواعد الاسس ان الناس هتستفاد بها ولا لا، وعدد كامل مستفيد. الاستاذ محمود يمكن المبادره اللي بيتكلم فيها هي مبادره جيده. هي دي اجابه سؤالي. يعني انا بدور على القطاع المستفيد اللي يعني ايه اللي هيتقدم ويطلب الوحدات اللي انا بكلفها شيء الناس هم اللي هيستفادوا بيه. تمام. انا بقى جاي من محافظه ثانيه مش هستفاد بالمكان، ولو خدت هاخده واقفله. ايوه، على ما اشوف لي بقى بيع له او استثمره باي حاجه ثانيه. دي مشكله، دي قصه ثانيه. هي المشكله في كده ان انا دلوقتي المفروض ان انا اعمل في المحافظه يبقى اهل المحافظه، هعمل في المدينه يبقى اهل المدينه، والفئات الاكثر احتياجا، واعمل فئات مستثناه لبعض الشباب مثلا بسعر مميز شويه. يعني مثلا المساحه بدل ما بتبقى 70 متر اعملها 80 متر، دي مثلا المتر ب 5000 اخليه ده مثلا ب 6000، يبقى برضه كل واحد اللي قادر عاوز يطور من نفسه يعمل. طب ما دام يعني انت جبت سيره الشباب، والشباب قطاع يعني هام، ويمكن يعني ايه الرئيس خصص عام 2016 عام الشباب. نعم. ومن ضمن يعني الاهتمامات هذا القطاع الهام، قطاع الشباب او المرحله العمريه مرحله الشباب، السكن. شاب عايز يتجوز، عايز وظيفه، عايز سكن، يعني ده الف ب. نعم. فالمبادره، الا تتفق مع المبادره بتاعت الاستاذ محمود عبد الشافي بيتك بايدك، دي هتكون مثمره لقطاع الشباب، يعني هتحقق نجاحات لقطاع او تلبي رغبات قطاع كبير من الشباب. عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ. اتفضل. المشكله فين؟ انا واحد انا واحد ابني خريج السنه دي. ايوه. هجيب له مثلا مبلغ زي ما حضرتك قلت للاستاذ محمود 200 300 الف جنيه عشان مش هاخد له شقه بقى. ده انا هخليه يخش في مشروع. المشروع ده هشوف له حته ارض
هو 10 معاه زي ما قال 3 مليون جنيه. تمام. مين شاب معاه دلوقتي 100,000 50,000 جنيه؟ وبعدين لما الاب هيوفر لابنه احنا ضربنا مثل بال 300 يعني انا بتكلم مش بورصه يعني يعني سي رقم الرقم مثلا 50,000 جنيه، مش هنقول اكتر ولا اقل. ايوه. مين موظف يقدر يوفر 50,000 جنيه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها في مراحل التعليم المختلفه؟ عاوز كشف، عاوز علاج، عاوز مصاريف، عاوز سكن، عاوز الكلام ده كله. ولو وفرت لده اخواته كلها هتروح فين؟ واحنا لازم برضه يا ريس في البعد الاجتماعي والبعد اللي بعد كده نتكلم في المعقول. يعني طيب لكن انا هقدر ايه الاقتراح يا استاذ عادل؟ الاقتراح دلوقتي ان احنا دلوقتي يمكن كان في اجتماعات في المحافظات دلوقتي، يمكن ان هم دلوقتي بيعملوا حصر اراضي املاك الدوله. اراضي املاك الدوله، املاك الدوله ديت المفروض يقام عليها في كل محافظه او كل قريه او كل مدينه، بس تسكن في نفس القطاع بتاعها. يعني بس حضرتك دلوقتي اما تروح تقدم على شقه بتدفع 5,000 جنيه، في ناس من 2006 و2007 و2008 و2009 لحد النهارده مقدمه وما خدتش. وبعدين انا لو معايا 10,000 جنيه ولا 100,000 جنيه ما انا كنت ادور على سكن. ايه اللي خلاني اروح ادور على سكن اقتصادي او سكن انت هتروح بقى بالغلا والكوى زي ما الاستاذ محمود بيقول يعني ايه؟ ما هو الناس بتستغل الحاجه. هو الراجل قال يعني ايه المكسب بتاع يعني انا مش هقول مقاولين يعني المكسب بتاع الاستثمار العقاري يعني مش بالمعقول يعني على قد ما ايده انا دلوقتي حضرتك 10 هيروحوا ياخدوا حته ارض. ايوه. الراجل مش او صاحب الارض مش هيبيعها لك اقل من غيره. بالظبط. هيديها لك بسعر السوق. ويمكن كانوا في كده قالوا بتشتروا الارض يخش محمود بتشتروا الارض بسعر السوق. انا هستاذنك بس اعقب على كلام الاستاذ عادل عشان اوضح له جزء بس هو ممكن يكون مفهوم. هو احنا انت خلاص احنا حاليا في مشكله خلاص، وهي ان الاسعار مش منطقيه. كويس. انا بدي فرصه. انت حضرتك احنا بنقول دلوقتي ان فعلا مش اي شاب معاه 300,000 ولا اي شاب معاه 250,000. احنا مش بنناقش شباب بس، احنا بنناقش السلعه نفسها. يعني هي السلعه نفسها اللي بناقشها. انا دلوقتي بدي امل دلوقتي ان الراجل اللي كان متخيل نفسه ممكن يجيب الشقه اخر ب 400,000 وممكن يجيب بيها شقتين زي ما بيقول الاستاذ. انا ده اللي انا بناقشه. يعني انا حاليا انا ما عنديش حل للي مش معاه فلوس. انا عندي حل ايه؟ بدل ما انت رايح تشتري شقه ب 400,000 انا بوضح لك خلي بالك انت كده الشقه دي ممكن تجيبها ب 200,000. انت ممكن تجيب شقتين زي ما لو مشيت معانا في المبادره دي بالظبط كده. هو يجيب ابنه. احنا زي ما احنا قلنا احنا ما قصناش سعر الارض زي ما هو. احنا بنحسب وبنكون حاطين الكلام ده. يعني سعر الارض في المشاريع اللي احنا خدناها بيدفع كاش عادي جدا. وكاننا اشترينا من اي حد عادي ومفيش اي تسهيلات لينا ولا اي حاجه. احنا ادينا فرصه ان انا اقيد ارتفاع الاسعار اللي ماشي باستمرار بدون حتى ما بيقفش. هو زي ما هو ماشي بان انا انفذ في مشروع في كل حته على اقل تقدير بيثبت سعر السوق. مش هقول لك ينزله بس بيثبت سعر السوق، بتوضح للناس تكلفتها هي ايه. انا ابو 300,000 لما اجي اقول لك انت خدها انت ب 150,000 واما اقول ابو 500,000 انت تاخدها ب 250,000 انت كده بتحل مشكله. بدل ما كان واحد تمام هياخد الشقتين. هو معلش انا هاخد. بس انت بتشعمل المشروع للاستثمار يا ريس او للبيع. ده انت بتشتري وبتبني. انا بالظبط. طيب انت بتشتري وبتبني. كم واحد هيقدر يروح يشتري وبيبني؟ ما انا بناقش اللي راح يشتري اصلا. احنا بناقش اللي هو بينور له يعني بيقول له هتعمل كذا كذا كذا. ماشي. انت دلوقتي بتقول ان انا عايز اأيد الاسعار. انت معاك خد ما معاكش دور. مش ما هو ده اللي انا بقوله. ما هو حضرتك المشكله برضو هو كفكره وكمشروع 10 على 10 بس ازاي طبقوا على ارض الواقع؟ لا احنا مطبقين 15 مشروع. ماشي. كم واحد دخلوا عشان الناس في كل مشروع في مشاريع 10 اشخاص وفي مشاريع 15 شخص. فانت انت حليت على اقل تقدير خرج للنور 13 مشروع شغالين في الانشاءات خلصوا اشتروا الارض والمقاول شغال واللي وصل للدور الثالث والدور الرابع ودلوقتي في 2 مطروحين لسه بنجمع لهم الناس يعني في خلال اليومين دول. ما شاء الله في انت حليت مشكله. يعني انت حليت مشكله كام شخص على مستوى مصر كلها. هو ما دام في تكرار وفي السكيل كبر شويه يبقى يعني ايه القصه احنا دايما حزانه او دايما بنقابل ده بنقابل ايه هو انت مش هنغير في سعر السوق. مش هتقدر تغير في سعر. احنا غيرنا عالم ناس كتير اشتغلت. خد ناس يعني انت اللي اخد شقه ده اللي اخد شقه اللي كان متخيل ان شقته ب 150 مش جايبه له حاجه لما اخد شقه ب 150,000 او لما كانت شقته 300,000 فجيب شقتين. انت غيرت في عالم الشخص ده. احنا دلوقتي انت بتكلمك في مثلا 10 مشاريع في متوسط 15 شخص يعني بنتكلم في 150 اسره بالظبط. وده رد الاستاذ عادل يعني
عايزين تعمم على المستوى بالظبط. وفي نفس الوقت برضه اختار الاماكن يعني في ناس حسب الاماكن برضه. طبعا هو ده بنقول الجانب الفني مهم، الجانب الفني مهم طبعا. يعني احسن ما نحط ايدينا على خدنا ونبقى مهمومين، لا يعني دي افكار حلوه وخارجه على ارض الواقع، يبقى ايه نبدا. احنا بنتمنى ودي هتحد من جشع التجار. احنا بنطالب بقى انها تعمم ازاي يا ريس؟ ان برضه ما يبقاش في، يعني المشكله ان يبقى في مسؤول يساعدك، يسهل لك اجراءات التراخيص، يسهل لك اجراءات التوصيل الكهرباء، يسهل لك توصيل وده اللي انا برجع بيه لاهالينا في اعضاء البرلمان مجلس النواب ان شاء الله. يعني ايه تعديل قانون البناء الموحد، ويبقى يعني الدنيا سهله. تيجي مجموعه شباب زي اللي بيشتغلوا في المبادره الخاصه بالاستاذ محمود، او مش الخاصه بالاستاذ محمود، المبادره اللي طرحها الاستاذ محمود، يعني ايه هيلاقوا العمليه آلية والدنيا يعني تبقى سهله حتى في كل محافظه يعني ويتبناها المسؤول كمحافظ او كوكيل وزاره اسكان او وزير مثلا متخصص، ويدي فعلا يعني يسهل الاجراءات للمواطن. اعتقد ان هيبقى فيها يعني هتسهل كتير جدا، هتخفض قيمه الوحده اللي انا هاخدها، بدل ما اخدها ب 300,000 هتنزل ل 150 زي ما قال الاستاذ محمود، بناء على الدراسات والامكانيات اللي اتعملت على اساسها. بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا. وطبعا يعني زي ما انا قلت مشاهدينا الموضوع كبير، الملف هام، الملف بيهم قطاعات كتيره قوي من اهل بلدي، لازم هنخصص له اكتر من حلقه. يعني هنتكلم على الوحدات اللي مطروحه من قبل الدوله، هنتكلم عن اختيار الاماكن، هنتكلم ايضا عن حاجه تخصكم، استلمت الوحده وتمام التمام وهي اللي انت كنت مقدم فيها، يتبقى حاجه مهمه جدا نفتقدها كلنا او يفتقدها معظمنا، الصيانه عشان ما تتحولش الى مساكن اللي هي المساكن الشعبيه اللي شكلها قميء، شكلها يعني مؤذي للعين. العشوائيات احسن منها، لا يبقى ايه صيانه، يبقى على طول ايدينا كل 6 شهور كده موضوع الصيانه، الدهانات، المواسير اللي بترشح نعملها على طول بدل ما الموضوع يتراكم. الملف كبير قوي والقضايا الفرعيه كتير جدا هنتكلم فيها ان شاء الله في سلسله حلقات متواليه. خلوني ارحب واشكر ضيوفي الاستاذ محمود عبد الشافي، المطور العقاري وصاحب مبادره بيتك بايدك. نورتنا استاذ محمود. ده نور حضرتك يا فندم، شكرا ليك خالص. ايضا الاعلامي والزميل الاستاذ عادل لورا رئيس مكتب اليوم السابع بالغربيه. نورتنا استاذ عادل.